كل الناس كانت مستنيه WWDC 2025 بتاع ابل عشان نعرف السوفت وير ابديتس راحت فين، وهل فعلا ابل انتليجنس اتحسنت ولا فضلت في مكانها. بما ان كل الاي اي في كل الموبايلات التانية بقى جامد جدا، هل ابل حصلتهم ولا ما عملتش اي جديد؟ تعالوا نشوف تغييرات السوفت وير اللي حصلت في WWDC 2025 واللي هنشوفها قريب في سبتمبر واللي هنشوفها اقرب في البيتا فيرجنز اللي هتنزل قريب قوي. يلا نشوف البريف. السنه دي الاتجاه غريب شويه كده، كل الاجهزه بلا استثناء متجهه ناحيه حاجه اسمها الليكويد جلاس. ابل منزله ابديت جديد في كل الاجهزه بتاعتها ان هيبقى كل الايكونز وكل المينيز تحسها بقت شفافه اكتر وبقت كلها تحسها ازاز. والحاجه الثانيه اللي مشتركه بين كل الاجهزه السنه دي مهما كان الاو اس اسمه ايه، كل دول هيبقوا واخدين نفس الفيرجن اللي هو 26. حتى الفيجن برو اللي كانت لسه ما بقالهاش 2 فيرجنز في السوفت وير بتاعها برضه هتاخد نفس التسميه ال 26. ليه؟ عشان تبقى ماشيه مع السنه. طب ليه مش 25؟ عشان هي هتنزل في سبتمبر، فمش معقوله يعني هتخش على 2026 وانت هتحس ان ايه السوفت وير بقى قديم اسمه لسه 25، فهم هيسموها 26. نبدا بالاي او اس 26. هتلاقي دلوقتي ان في ايكونز اتغيرت شكلها، زي مثلا الايكون بتاعت الكاميرا، ودلوقتي ينفع تكستمايز الهوم سكرين بتاعتك وتخلي كل الثيم بتاعك ترانسبيرنت. حاجات كانت ينفع تتعمل بصراحه في الاندرويد بان انت تنزل ثيم عادي خالص مش وحشه، اوكي يعني انا بالنسبه لي انا مش عارف انا هعمل دي ولا لا، ما اعتقدش، لان انا بحب برضو اعرف اقرا الحاجه كويس، فمش حاسس ان انا هستريح قوي في القرايه في دي. لكن اللي عجبني شويه في الديزاين بقى ان انت دلوقتي لما بتحط وول بيبر فيها اوبجكت معين، والاوبجكت ده مثلا في نص السكرين اللي تحت مش واصل لفوق قوي، الساعه بتتمد ليها وتنزل، بقت فلويد اكتر وبقت شكلها احلى، بتنط معاك زي الموتزاريلا كده لحد لما توصل للاوبجكت عشان تديك شكل كده دايناميك وشكل حلو. بصراحه دي جامده، دي حلوه فعلا. بقى عندك دلوقتي كمان حاجتين كده في الاي اي متاخدين من بيكسل شويه نقدر نقول كده. اول واحده ان هو لو في سيلز مثلا بيكلمك دلوقتي ينفع الايفون يرد عليه لوحده وياخد كل البيانات ويعرف منه هو عايز ايه بالظبط، وبعد كده يوصلك بيه عشان تلاقي كاتب لك بريف من اللي هو قاله له، فيكلمك على طول وتنجز حالك. انت لسه هتعرف هو عايز ايه، انت ممكن ما تردش اصلا، خلاص انت عرفت من الايفون هو رد عليه وعرف هو عايز ايه. لو مش عايز ترد ما تردش عادي، بقى عندك سكرتير سريع. وتاني حاجه في المكالمات ان هو دلوقتي بقى ينفع ياخد دورك في اي طابور في التليفون. يعني انت مثلا لو بتكلم البنك بتاعك وسابوك 4 ساعات على التليفون، مش لازم انت اللي تبقى قاعد، هو بيقعد مكانك يحجز دورك، واول ما يسمع صوت بني ادم حقيقي مش موسيقى الهولد اللي احنا واخدين عليها وقرفانه في حياتنا، يروح مديك نوتيفيكيشن يقول لك دورك جه يلا رد انت بقى. ولكن ما اعتقدش ان الحاجتين دول هيشتغلوا بسهوله بالعربي في الاول خالص. اعتقد طبعا اللغه الاساسيه هي الانجليش، وهنشوف في السبورت اللي بقيه اللغات هتنزل امتى. كمان دلوقتي سواء بتتكلم مكالمه عاديه او الفيس تايم بقى في حاجه اسمها اللايف ترانزليشن، ولكن الفرق بين اللايف ترانزليشن هنا واللايف ترانزليشن مثلا في البيكسل ان انت هنا ما بتسمعش صوت حد مختلف، لا انت بتشوف كابشنز مكتوبه على الشاشه وبتفضل تسمع اللغه المختلفه من الشخص اللي قدامك. زي مثلا الاكزامبل اللي قالوه في الايفنت، لو انت بتكلم جدتك وعشان هم بيحبوك وخايفين عليك هيسيبوك تفضل تسمع صوت جدتك، مش هيغيروا صوتها، ولكن هتشوف الكابشنز مكتوبه تحت او الترجمه بتاعت اللي هي بتقوله في ساعتها بتنزل على طول وراها. والكلام ده هيشتغل كمان سواء فيس تايم او مكالمات او كمان مسجات، هتشوف الترجمه لو عايز. لو انت من محبي الاي مسج وبتستخدمه اكتر من الواتساب، فدلوقتي بقى عندك في الجروب شات بقيت تعرف مين اللي بيكتب، بقى عندك مين اللي بيتايب دلوقتي في الجروب كله. وكمان بقى في ان انت ينفع تغير الوول بيبر للجروب كله. واخر حاجه بقى عندك كمان بولز زي بتاعت الواتساب اللي هو تسال سؤال وتشوف الاجابه الاكتر مثلا، فبقت برضو موجوده في الاي مسج. اللي جاي دي انا خايف اقولها عشان الاندرويد يوزرز، ولكن خلينا نقولها يعني ما يعني انا اخاف من ايه، انا بحب الاثنين، انا مش اي او اس يوزر بس انا بستعمل الاثنين. الحاجه الجديده هي نزلوا ابلكيشن اسمه جيمز اللي بيجمع لك كل الجيمز واللي بيخليك تكمبيت مع صحابك مثلا تخش ضدهم او كده، والابلكيشن بتشوف من عليه كل اللعب. انا عارف طبعا يا شماتة الاندرويد يوزرز دلوقتي في ان حاجه بقالها قرن تقريبا نازله على الاندرويد ودلوقتي لسه نازله على الاي او اس، ولكن معلش نزلت خلاص تمام. اللي حصل بالنسبه للابل انتليجنس، انا حاسس ان اكتريه الكلام شويه كانت على شات جي بي تي مش الابل انتليجنس. في كل حاجه بتروح لشات جي بي تي كأن ده المساعد الحقيقي ورا الاي او اس، فما شفناش تحسينات قوي يعني من ابل، ولكن خلينا نشوف برضو هيقدروا يعملوا ايه. نخش على الواتش او اس 26. طبعا اول تغيير وهو جالها نفس موضوع الازاز، هتلاقي الحاجه بقت شبه الازاز اكتر، الليكويد جلاس اللي هم عاملينه، ولكن بقى فيه جشر جديده كده او حركه بايدك تقدر تعملها. لو جاي لك نوتيفيكيشن في الساعه وانت عايز تشيلها بسرعه بس بتروح عامل كده تقلبها وترجع ايدك تاني فتلاقي النوتيفيكيشن اختفت. دي بصراحه روشه. والحاجه الجديده اللي الناس مختلفه عليها شويه ومش كل الناس عاجباها حاجه اسمها ورك اوت بادي. ورك اوت بادي ده
بيتعرف على كل الهيستوري بتاعك بتاع التمرينات بتاعتك كلها، وانت حاطط كده السماعات بتاعتك وبتجري او بتعمل اي تمرين، بيبدا يشجعك بصوت انرجيتك وفي كده حماسه عشان يخليك تلعب الحاجه اللي انت بتلعبها. في ناس مختلفه وفي ناس مع الموضوع. انا ليه الاي اي يكلمني بالطريقه الغريبه دي ويلا وعاش؟ فاهم قصدي؟ هو طبعا مش بالعربي، ولكن في ناس هتحبه وفي ناس مش هتحبه قوي. بقت حاجه موجوده. وبرده اللايف ترانزليشن اللي بقت موجوده في المسجات برده موجوده في الواتش او اس. نخش على التي في او اس 26 اللي بيجي مع الابل تي في. واول حاجه هتاخد بالك منها وهي برده ان كل حاجه بقت ازاز، او المنيوز بقت ازاز وشفافه اكتر. وهنا يبقى موقعها صح لان احنا فاتحين تلفزيون، وبالتالي حاجه شفافه في التلفزيون بتميك سنس تمام عشان اعرف اتفرج على الحاجه اللي مفتوحه. ولكن الحاجه اللي عملوها جامده وعجباني جدا وهي الكاريوكي. دلوقتي بقى ينفع تستخدم الايفون بتاعك كانه مايك وتغني قدام التلفزيون، والتلفزيون يبقى عليه الليركس كلها مكتوبه قدامك وانت قاعد بتغني والتلفزيون لاقط انت بتقول ايه من الايفون. صراحه فيتشر روشه جدا جدا، وبتغير الكاريوكي، بتخليها مودرن اكتر وبتخليها لايقه على العصر اللي احنا عايشينه. ونخش على الماك او اس 26 او ما يسمى بتاهو، الفيرجن الجديد من الماك او اس. دلوقتي بقوا يدعموا اكتر الكونتينيوتي بين الايفون والماك او اس. يعني انت مثلا لو دخلت عملت اوردر من الايفون على اي ابلكيشن وبتلاقيه في الايلاند اللي فوق دي، لو فتحت الماك او اس هتلاقيها مكمله معاك وظاهره عندك في الماك او اس او في اللابتوب بتاعك الماك بوك، وبيقول لك ان الاوردر مثلا قرب يجي، ومجرد ما بتدوس عليها بيروح فاتح لك الايفون عشان تشوف الابلكيشن بتاعك اللي هو اتعمل من عليه الاوردر. دلوقتي السبوت لايت بقى اذكى شويه في الماك او اس، بقى يدعم شورت كاتس، او ينفع دلوقتي تبعت من عليه ميل او مسج بمجرد ما بتقول انت هتدخل مثلا اسم ريسيبيانت او اسم اللي هيستلم المسج دي، وبتكتب المسج نفسها وتروح باعتها على طول. كل ده من السبوت لايت. وكمان ودي محتاجه زغروطه، يعني دي محتاجه نعمل لها فرح، بقى في كليب بورد هيستوري، او اللي ما يعرفش يعني ايه، يعني انت لما بتكوبي كذا حاجه مثلا سواء صور او كلام بقى ينفع تشوفها كلها في الهيستوري بتاعك في الكليب بورد من السبوت لايت. ودي حاجه موجوده في الويندوز من زمان وما قدرتش استغنى عنها يوم واحد في شغلي، فاخيرا نقول الحمد لله على السلامه وصلت الماك او اس رسميا. برضو اتكلموا في الماك او اس عن اللعب وان قد ايه هيبقى في تحسن، وبصوا يا جماعه اللعبه اللي جايه دي ومش عارف ايه، ولكن في الاخر انا عارف كويس ان انت لو جيمر مش هتهتم لحظه تجيب ماك بوك، وده مش هيبقى اختيارك او مش هيبقى موجود اصلا في لسته الاختيارات بتاعتك. وانت صح، كمل عادي خالص. انا مش شايف ان اللعبه على الماك بوك هتوصل، على الاقل مش دلوقتي، لسه بدري عليها. نيجي الفيجن او اس 26 بتاع الفيجن برو. دلوقتي بقى في حاجه اسمها دبس للويدجتس اللي انت بتستعملها. فمثلا ينفع اجي على عمود عندي في الشقه واروح معلق عليه ساعه واتحكم في الدبس بتاع الساعه دي كمان كانها غرزه لجوه، كاني حفر لها مكان او كانها بارزه لبره شويه. بصراحه روشه جدا، خصوصا ان هو بيحفظ مكان الحاجه الويدجت دي في البيت عندك، فانت في كل مره هتيجي تلف عينك وتروح لها هتلاقيها موجوده كانك خلاص ثبتها فعلا بمسمار. والباقي برضو اتجهوا لموضوع الازاز. كمان حسنوا البيرسونا بتاعتك، او اللي هو لو بتتكلم مثلا فيس تايم ووشك ظهر للشخص التاني، كان الاول مشكلته ان هو بيبان كرتون شويه، ودلوقتي زي اللي ظهر في الايفنت ان هو اتحسن كتير جدا وبقى رياليستيك واوقع بكتير من الشكل الكرتون اللي كان بيظهر في الاول. ونيجي للايباد او اس 26، واللي حصل فيه اكبر تغييرات في الايفنت كله يعتبر. اكتر حاجه عملوا لها تغييرات باينه وصريحه وجامده جدا. الايباد دلوقتي بقى اقرب من اي وقت فات للماك بوك. الايباد دلوقتي انت ينفع تتحكم في الويندو اللي انت فاتحها وبقت فلويد اكتر، او ينفع تحركها في اي حته في الشاشه بتاعتك وبقى يبان من تحتها الابلكيشنز التانيه. يعني بالعربي كده بقت تدعم نظام الويندوز اكتر من اي وقت فات. وكمان بقى حاطط لك الثلاث زراير فوق اللي هو لو انت عايز تقفل او تعمل مينيمايز مثلا لاي ويندو فاتحها. وكمان بقى عندك مينيو بار، يعني انت لو فاتح ابلكيشن اي ابلكيشن هتلاقي زي الماك او اس دلوقتي بقى فوق كده في مينيو تستخدمها مع الابلكيشن بتاعك. فبصراحه الايباد او اس اكتر حاجه ركزوا فيها السنه دي واكتر حاجه فعلا عجباني هي والسبوت لايت بتاع الماك او اس. كمان عملوا تغيير لذيذ كده وهو سبورت للباك جراوند اكتيفيتيز. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي لو فاتح الفاينل كات بتاع الايباد وجربت تعمل اكسبورت الفيديو ورحت فاتح كده الابلكيشنز كلها ورحت قافل الفاينل كات، هيقفل لك طبعا الاكسبورت. ولكن بعد التغيير الجديد بقى في حاجه اسمها باك جراوند اكتيفيتي، يعني انت لو عملت اكسبورت للابلكيشن وقفلت الفاينل كات هيسيب باك جراوند اكتيفيتي شغاله لوحدها بره الابلكيشن، وهتبان لك من بره انها شغاله عادي خالص بالاكسبورت. ودي حركه صايعه برده من الايباد. ولكن لو انت بتسال سؤال جواك وانا متاكد ان انت بتساله، هل ده هيغنينا عن استخدام الماك بوك؟ بص، هيبقى في مقارنه اكتر من اي وقت فات، ولكن هم مش اغبياء واكيد هيسيبوا لك تفاصيل صغيره مش هتقدر تستغنى فيها عن الماك بوك او عن ان يبقى عندك لابتوب. فكل اللي احنا قلناه ده يا صديقي نازل في شهر 9 ان شاء الله، ولكن نازل البيتا فيرجن قريب قوي، فتاكد ان انت عامل سبسكرايب عشان تشوف كل التغييرات دي
لما اجي اجربها. ولو انت لسه ما شفتش فيديوهات السماعات اللي اقل من 1500 فما تنساش تشوف الفيديو ده. ولو لسه ما تعرفش يعني ايه الكور بتاع السي بي يو فما تنساش برضو تشوف الفيديو ده. واكيد اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد كمان واشوفكم في فيديو جديد.